السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي، يلا مع بعض هنعمل تحلية سريعة جدا وسهلة وبسيطة. هنبتدي أول خطوة معانا، هنعمل إيه؟ خطوة من خطوات التحلية. معايا كوباية سكر زي ما انتوا شايفين، هنحط فيها واحدة لبن بنفس الكوباية كده، نفس المقادير. هنعمل بيها إيه ديت هوريكم دلوقتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده إيه؟ واحدة سكر، واحدة لبن، ونص كوباية زيت. الزيت ده هيدينا سمك زي ما انتوا شايفين، او ربعها. نحتاج الزيت تاني ممكن نحط شوية، على فكرة بيدينا سمك حلو. معلقتين كاكاو هنضربهم، ده كاكاو اسباني زي ما انتوا شايفين كده. هنضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني اوريكم عملنا ايه مع بعض، اوريكم انا عملت ايه حبايبي. دي معلقة دي كوباية السكر، كوباية اللبن، ونص زيت، ومعلقتين كاكاو. اي كاكاو عندك خام، ما تحطيش كاكاو بسكر. انا عايزاها كده، مش عاوزاها اتقل من كده. شايفين؟ دي صوص شوكولاته كده او كريم شوكولاته. بس لو انت حباها تقيله عن كده شويه، حط لها معلقه زيت كمان واضربيها تاني كويس في الخلاط. هتديك النتيجه دي، بتديك اتقل من شويه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا، انا عملت طبعا مهلبيه. بصوا، حاجه تحليه بسيطه خالص. هحط اول طبقه بس انا ما حطيتش كيس حراري، فانا دهنت القالب اللي عندي ده زيت عشان لما افضيه تبقى سهله جدا عليا. بصوا، حطيت اول طبقه. عندي ايه تاني؟ بسكوت. بسكوت عادي، انا عملته كده في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما نعمتهوش قوي، فرمه بسيطه كده. دي تحليه سهله وجميله قوي قوي. يلا مع بعض كده، اللي عندها شويه بسكوت، حتى لو بسكوت المدارس ولادنا بيجيبوه ما برضوش ياكلوه. بصوا الجمال. هنحط ايه عليه بقى دلوقتي؟ انا عايزه احط عليه صوص شوكولا من ده كده. بصوا قد ايه جميل. وهنحط عليها طبقه مهلبيه تانية بيضه. طبعا احنا عارفين كلنا المهلبيه سهله جدا جدا جدا، تحليه خفيفه وسهله وجميله. انا هخلي ده عشان هحط على الوش. شايفين الجمال بقى؟ هحط الطبقه التانية زي ما انتوا شايفين كده، بس بشويش عشان ما تحركيش البسكوت. ونعملها طبقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتحلية سهلة وسريعة. وهنحطها في التلاجة لحد ما تتماسك وتبرد تماما. هتبقى ولا أجمل من كده. يلا نكملها مع بعض واوريكم عملنا ايه. شفتوا التحلية السريعة الجميلة دي يا ولاد؟ شايفين يا بنات؟ زي ما انتوا شايفين عملناها طبقات اهيت. هنفضي بقى ان شاء الله كده ونشوف. بسم الله تبارك الرحمن. نحاول بس ايه، نحاول نخليها نسيبها ما لحقتش تجمد كويس. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البسكوت طبقات زي ما انتوا شايفين تحت. دي المهلبية حطينا عليها لون الطعام، وطبقة بيضة، والبسكوت والصوص الشوكولاتة. بس انا مش عاوزاه متجمد، على اساس اللي يقطع حتة الشوكولاتة تدخل الصوص ده. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، انا عايزاه يدخل مع الاكل، مع الكيكة والبتاع ده البسكوت. بصوا، اللي هتقطع حتة كده او اللي هياكل منها حتة يا بنات، جميلة قوي قوي قوي. جربوا الطريقة دي سهلة. وبعدين احنا بنعمل اي حاجة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال بقى. المقصود بقى لما نيجي ناكل حاجة او نقطعها كده، بصوا انا عاوزة الصوص ده كده يدخل جواها بالطريقة اللي انتوا شايفاها دي يا حبيبة قلبي كده. بصوا هيسيل فيها جوه كده، طعمه تحفة ولا اجمل من كده. اوريكم حته في طبق كده عشان ناكل مع بعض. خلينا احنا نخبط ونكسر كده يا بنات عشان حبايب قلبي يتفرجوا معايا. شايفين الجمال؟ معلش بقى انا بعمل سريعا كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هي تحليه سهله وبسيطه. الله 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 على الجمال. بصوا الجمال. شايفين الحلاوه؟ ايه الحلاوه دي؟ بصوا الجمال يا بنات. شايفين
تاكلي ولا اجمل من كده. بسم الله ما شاء الله. تحليه سهله زي ما انتم شايفين. شويه مهلبيه، كيس بسكوت ب 12 جنيه عملنا بيه كل ده. زي ما انتم شايفين الجمال. وطبعا صوص الشوكولاته لو انت عايزاه متجمد، انا ما كنتش عايزاه متجمد اكتر من كده. بتقللي شويه اللبن وتحطي معلقه زيت زياده وبتضربيه تاني هيتقل معاكي. انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه بالشكل ده كده بالطريقه دي. وتحليه سهله وبسيطه اهيت وسريعه. واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.